عايز افهم حاجه واحده بس. هو حسام البدري انت بتفكر ازاي؟ انا عايز بس اعرف الهيئه بتاعت تفكيرك. يعني ازاي يبقى عندك مصطفى فتحي وتنزله الدقيقه 70 ليه يا عم؟ يعني ينفع تبقى في خناقه مضروب فيها ومطحون وتنزل احسن واحد عندك ينزل يضرب كل الناس اللي قدامك بعد ما يطلع ميتين امك ضرب؟ انت بتفكر ازاي؟ هو انت كده مدرب روش؟ انت كده مدرب حويط بقى وفاهم الدنيا كهربا ده يفضل لحد اخر دقيقه ازاي في الملعب؟ ده لو انت مدرب بتفهم يفضل لحد اخر دقيقه ازاي في الملعب؟ مش فاهم. رمضان صبحي سيبه خلاص، الراجل رجله خدت على اللعب وبدأ يلعب. كريم نيدفيد بس مش عارف، انا مش عارف. نيجي بقى للاخ اللي كان عايز يطلع من الملعب. انا اتحمست بقى، مش هلعب، انا هروح، مش هلعب والله، انا هروح. انت عبيط ياض ولا ايه؟ في ايه؟ ما انت وارد ان انت هتتعرض لحاجات زي دي في اللعب، ده ما يمنعش ايه هخرج بره. انت اتقمصت خلاص كده ولا هريدي اللي واقف جوه؟ انا اكتر حاجه بستغربها ان السن ده في مصر كلها ما فيهوش غير حارس المرمى ده. يعني هو ما فيش حارس بينافسك؟ ده انت ابيض، ده بيمسك الكرة بوشه. انا مش عارف احنا ازاي واخدينه منتخب. اقنعني انت ازاي مدرب بتيجي في الدقيقه 90 تنزل لي مهاجم؟ ده انت الحاله الوحيده اللي انت تنزل فيها مهاجم الدقيقه 92 ان انت بتخليه يسخن للماتش الجاي. انت متخلف. الدقيقه 92 هينزل يعمل لك ايه؟ والله العظيم ده لو نازل بيجري بانفراد بالكوره ما هيجيبها جول. انت متخلف ليه يا عم؟ انت اللي حطك بتدرب خدك على اي اساس؟ ولا انت نزلته يا عم سيبك؟ انت كنت مدرب كويس وبتفهم. انت نزلته على اي اساس؟ جاوبني. حد يطلع يجاوب؟ مش زياطين حد من المطبلاتيه يطلع يقول. لفت نظري حاجه النهارده في قلب الماتش وهو شغال. يعني ساعه ما الماتش بيبقى شغال بيحصل حدث في الماتش، فبدخل اشوف الناس بتتكلم بتقول ايه. فجيت الجون بتاع رمضان صبحي، فلقيت اللي هي الصفحه بتاعت انا بكره الاهلي منزله بوست اللي هو جول رمضان صبحي. فلقيت كومنت كده لفت نظري غريب قوي قوي. انا مش عارف انتوا ليه تفكيركم ضيق قوي كده، ضيق بطريقه ما حدش يتخيلها. واحد داخل بيقول هو مش ده رمضان صبحي؟ جو دلوقتي بقت جون. يعني ايه؟ انا مش فاهم رمضان صبحي يعني ايه؟ ده رمضان صبحي يعني مش فاهم. يعني انتوا ليه متخلفين؟ هو رمضان صبحي ده بتاعك؟ حكر عليك يا عم، خلاص الكوره مش جون، ارتحت كده خلاص. هعمل لك ايه يعني؟ ايه اللي رمضان ده جون؟ في ايه يعني؟ هو عشان اهلاوي يبقى خلاص وحش طول حياته يبقى وحش؟ يا عم كان وحش في اول الماتش. الحسن الوحيد اللي عمله في الماتش الجون. كهربا كان وحش، وانا هطلع اقول لك كهربا حلو واطبل له وحش؟ الحلو هقول له حلو بس مش فكر عليك. نيجي مثلا كهربا بصوا بتاع الزمالك مضيع المنتخب. لا يا عم مش بتاع الزمالك دلوقتي، كهربا بتاع المنتخب بتاع مصر. رمضان صبحي بتاع مصر مش بتاع الاهلي. بلاش بقى تفكيركم العيان ده. عندنا هنا في مصر موضوع اللي هو التعاقد مع اللعيبه، في حاجه كده لحد دلوقتي انا مش قادر افهمها. هو انا لما بتعاقد مع اللعيب بتعاقد معاه كلاعب كوره وكاخلاقيات بره اللعب وكطبيعته في النوم وسهر ونيله؟ طب انا مالي انا بكل ده؟ انا مالي لعيب يسهر ولا ياكل قطر ولا مش بيلعب لي في الملعب وبيأدي وبيطلب وبيعمل اللي انا بطلبه منه؟ انا مالي؟ طب نيجي مثلا اسلام جمال، الموضوع بتاع اسلام جمال، طب ما في ايه؟ يتصور مع بنتين بيغنوا ولا قالعين ملط؟ انا مالي؟ هو مش بيلعب وبيأدي في الملعب، انا مالي تاني؟ ما هو تيري اهو، تيري ناقص يطلع يدق الجمهور دق مراتات اللعيبه ايه ناقص يعمل ايه تاني؟ تيري حد يكلمه عادي، الراجل بيأدي في الملعب فسايبينه بيدق مراتات صحابه. هاجي بقى اسلام جمال اللي قاعد لي مع بنتين هعملها فيلم هندي بقى مصر كلها تفضل تتكلم عنه؟ خليكم بقى افهموا بقى. انا مالي بخصوصيات واحد؟ انا ما بتعاقدش معاه بخصوصياته. نفترض ان اللي قاعده معاه دي واحده بيحبها واختها، انا مالي؟ واحده من اللي ما بيفهموش كوره داخله بتتكلم معايا وبتتناقش معايا عادي، فانا حبيت ازنقها بالكلام. فابسط حاجه قلتها 100 مره قبل كده، قلت لها يعني ايه اوف سايد؟ فبكل تلقائيه بتقول لي يعني تسلل. ده انا هقلع للي جابت امك مالطه يا بنت المره. تسلل؟ لا دي مش تسلل، ده جلاش باللحمه المفرومه. اوف سايد يعني جلاش. عليكم على امك اللي هتكلمني في الكوره تاني بلوكات على طول، مش هتفهم.